Ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que malheureusement c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que parce qu'il c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. كما ذكر مدرب منتخب السنغال أن كان هناك خطورة وفي الازدحام هو من ذكر في المؤتمر الصحفي. بدر. الجزئية هذه مهمة جدا لأنه أولا أمن وسلامة المنتخبات هو من أمن وسلامة البطولة بطبيعة الحال، لا أحد يختلف على هذا الأمر، ولا أستطيع أيضا أنني أسجل أنه وقعت واقعة تبرر أننا ممكن أن نشكك في درجة التأمين العالية التي أحاطت بالبطولة. اليوم احنا نصل تقريبا إلى المباراة 52 يمكن في مجموع البطولة، فلم يسجل أي محاولة لإيذاء اللاعبين لا من قريب ولا من بعيد. أولا. ثانيا المنتخب السنغالي تنقل من طنجة إلى الرباط على متن القطار السريع الذي يؤمن الوصول على مسافة 300 كيلومتر تقريبا في ظرف زمني يصل إلى ساعة وربع. طيب لما نزل في محطة الرباط كان هناك تجمهر كبير للمسافرين كلهم، وعندما شاهدوا المنتخب السنغالي أحاطوا به. صحيح أنهم أحاطوا به، لكن لم يسجل أي حادث ممكن يخلينا نقولوا على أنه المنتخب السنغالي تعرض إلى ما لا يمكن أن نتمنى. إنما إن كان هناك تدابير كان على اللجنة المنظمة أن تتخذها في هذا الخصوص. وبطبيعة الحال احنا نعرف جيدا على أن سلامة اللاعبين هي سلامة البطولة، والمنظمين يسعون دائما إلى تأمين تنقل المنتخبات. استكمل الحديث مع بيان الجامعة السنغالية لكرة القدم. ذكرت يا فتحي أن هناك الترتيبات الأمنية والاستقبال ملاحظاتها وإقامة المنتخب، موقع التدريبات ومعاينة أرضية الملعب، التذاكر ودخول إلى الملعب. وكذلك في الختام تدعو الجامعة السنغالية لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة إلى اتخاذ جميع التدابير التصحيحية الفورية لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف والمساواة في المعاملة والأمن، وهي عناصر أساسية لنجاح هذا العرس الكروي الأفريقي. حرر بطنجة في تاريخ اليوم الأمانة العامة. صحيح، قرينا البيان هذا وسمعنا الندوة الصحفية للمدرب السنغالي. تنجمش تكون حادثة عابرة وما تنجمش تكون حادثة ما نقفوش عليها. ولو أنه أنا مع بدر يقول لك عندنا 52 مقابلة ما حصل حتى تجاوز، لكن نحصل التجاوز في أهم مقابلة هي مقابلة النهائي. تقول لي لم يحدث أي ضرر لأي لاعب لا، مش هذا الموضوع. الموضوع أنهم بعثة سنغالية كانت وسط الجماهير، مش لازم يكون الاعتداء، ولكن الخوف من الاعتداء والاضطراب النفسي للاعبين وقتها ووضعية متاع المجموعة ودون إحاطة ودون أن تكون هناك مؤمنة فعلا، هذه وضعية مش مقبولة تماما. حاولوش صحيح، ربما ما نقولش عن سوء نية، ما نقولش ربما لإرباك المنتخب السنغالي، ولكن خطأ بالنسبة لي أنا من الأهمية بمكان، لأنه سمعنا
من اول الدوره نسمعوا مدرب المنتخب السنغالي مدرب محترم جدا، مدرب في تصريحاته رصين، مدرب في تصريحاته عاقل، معناه يعرف شو يقول. لهنا قال لك حسينا بالخطر، الكلمه العباره موجوده. وذكرنا في كلمه قلنا لو هناك اشخاص تسلل سوء النيه، والحمد لله لم يكن هناك. ليش انا تحطني في وضعيه في وسط مجموعه وانا منافس المغرب؟ لكن الشيء بالشيء يذكر، ترى الاتحاد والجامعه السنغاليه ذكرت موعد الوصول، ذكرت موعد الوصول، ذكرت في موعد الوصول، أي يعني قد لا يعطي مبرر او لا يعطي عذر، لكن هي اعلنت في موعد الوصول. على كل حال هذا ما يغير شيء، ما يغير شيء يا مان. ما نحاولوش نبرروا حاجه. لا طبعا احنا بس نذكر خطا وقع، خطا غير مقبول. احنا وقت اللي فما حاجه نقولوا برافو، وقت اللي فما خطا نقولوا له خطا. وقال لك مدرب كنا في خطر، العباره مش انا نستعمل. لا كانوا 5 رجال امن فقط، صح؟ بالطبع. وين انت وقت اللي تبدا في وسط مجموعه؟ انت الملعب وقت اللي يبدا مكتظ بالجماهير تحكم فيه الملعب، معروفك العباره نتاع المجموعه ما تحكمش، وبالتالي نسجل وانه فعلا وقع هذا الخطا. ربما نقولوا احنا عينه طارت معناها على التنظيم الرائع الى اخره، ولكن هذه فعلا من حق مدرب السنغالي نتحدث، من حق الاتحاد السنغالي. إذا ملاحظات، لكن تم سريعا معالجة الأخطاء، ونشاهد معكم لقطات حصرية لموفد بين سبورتس بالاحتياطات الأمنية بعد هذا البيان، في حضور وفي تصوير يظهر أمامكم لمقر إقامة منتخب السنغال وفق الاحتياطات الأمنية كما نشاهدها يا بدر. يا مشاري، هذه احتياطات أمنية تطبق على كل المنتخبات وتطبق في كل الفنادق. أنا لا أزايد في هذا العملية، لكن لا أعتبر أن هذه البطولة تقام في جزيرة معزولة عن القارة الإفريقية. هذه البطولة تقام في أرض إفريقيا قدر لها أن تنظم بأعلى معايير النزاهة والأمان والأمن وأيضا التدبير الجيد. قد يكون هناك خطأ على مستوى التدبير، لكن لا يستدعي أننا يعني خطأ لكن غير مقصود. يا مشاري، ما كنا نشاهده في القارة الإفريقية إلى وقت قريب عندما كانت حافلات منتخباتنا وكلنا نذكر ذلك تعبر أمام جحافل البشرية وهي ترميك بالحجارة وأنت تصل إلى أرضية الملعب. من هذه المنتخبات اشتكى من هذا الامر؟ هذا اول امر. ثاني الامر انه اذا كان الاتحاديه السنغاليه اصدرت هذا البلاغ، يجب العوده ايضا الى البلاغ الذي اصدرته الخارجيه السنغاليه. الخارجيه السنغاليه طبعا ذكرت بلاغ قوي جدا يؤكد على انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نقف على هذا الخطا الغير المتعمد لنشكك في العلاقات القائمه ما بين. هذا هو بيان بمناسبه نهائي كاس الامم الافريقيه الذي سيجمع يوم الاحد بين منتخبين وطنيين السنغال والمملكه المغربيه. نعم. تؤكد وزاره الاندماج الافريقي والشؤون الخارجيه والسنغاليين في الخارج ان هذه المباراه الرياضية ستكون قبل كل شيء مناسبة للاحتفال بروح الأخوة بين شعبين تجمعهم روابط تاريخية واقتصادية وإنسانية وروحية عميقة. يا بدر، إذا نعطي تحت فرصة لصابر طبعا وكذلك حسام. صابر، شوف احنا ما بنقولش ان احنا احسن شيء، احنا كبلدان عربية عندنا اخطاء، بس احنا المفروض الاول نعترف بالاخطاء، لان هو الاعتراف بالخطأ هو اول طريق تصحيح هذا الخطأ. حاولنا طبعا في المغرب تنظم افضل بطوله ممكنه، وبالفعل نظمت بطوله جيده. في بعض الهفوات بتحدث وده امر طبيعي جدا، انما ما حدث مع الفريق السنغالي في المحطه في وسط الجماهير طبعا خطا جسيم، ولكن صحيح يحسب على الجانب المغربي، ولكن قبل من يحسب على الجانب المغربي يحسب على الكاف والاتحاد الافريقي، لانه ديت المسؤوليه المنوط بها الاول هو الاتحاد الافريقي. انما خطا كبير، وانا كمان يعني من هذا المكان بشكر الجانب السنغالي، لانه الحقيقه الجانب السنغالي لا يستغل مثل هذه الامور بالشكل اللي البعض الاخر قد يستغلها، وبعض المنتخبات الاخرى بتستغل مثل هذه الاخطاء اسوأ استغلال. انما خطا جسيم. ذكرت لا بس جسيم لا
لا يعني خطأ جسيم وكأنه يدمر كل البطولة. خطأ. اصل انت يا بدر انت بتقول انت تبريرك ان هو مش جسيم انه ما حصلش حاجه. هو انا كنت منتظر لما يحصل وبعد كده اتكلم. الخطأ في التبليغ بموعد الوصول. ما كان يجب على الاتحاد السنغالي أن يعلن على وقت وصول المنتخب. لا تعرف صابر وفتحي اتفقوا انه خطأ. ولكن لا يدينك. لا يصل إلى الجسامة التي يصورها صابر. لا بس لا قبل لا نروح صابر الاعتراف اولا. بس انا عايز اقول له ان الاعتراف بالخطأ لا يدينك ولا يقلل منك. وانا قلت انه المحسوب على الاول يحسب على الاتحاد الافريقي وبعدين دي في جزء ثاني. ما العالم كله بيبقى عارف ان المنتخب السنغالي هيكون متواجد في الفندق في المكان الفلاني وهيكون موجود في المباراه في الوقت الفلاني. وبالرغم من ذلك بيحدث التامين الكامل. فالاعلان مش هو السبب في هذا التجمع يا سيدي. في المغرب يا سيدي قاعده هذه في المغرب الكل مؤمن. كل من يصل إلى المغرب مؤمن. لا يمكن أبدا أن تشوب شائبة لأي اختراق أمني. أنا بقول أن المشكلة وقعت في التبليغ. ما كان يجب. لا نتكلم في نقطة خطأ أمني يعني. لا خطأ مش تغطية أمنية. عملية التأمين. أخبر الاتحاد السنغالي. يعني هو الخطأ دلوقتي من الاتحاد السنغالي. بس أنت ذكرت أنها خطأ. أنت من البداية ذكرت يعني هو خطأ من الاتحاد السنغالي دلوقتي بقى الخطأ من الاتحاد السنغالي. ما كان يجب أن يبلغ. ليه أنا موجود من تواجد في محطة القطار. واش أنا ضامن أنا نعمل جرد للجنسيات يا صاحبي. يعني في الآخر دلوقتي أنا حولت الخطأ للمنتخب السنغالي. أبدا. لا يا رجل يا فتحي الخطأ على مين؟ أنت تتكلم بصراحة أكثر وأنت ذكرتها. لا خطأ غير مقبول زادا. خطأ لمين؟ على مين؟ على الاتحاد السنغالي نبلغ ولا على اللجنة؟ ليش؟ شنو كيفاش؟ على الاتحاد السنغالي اللي يبلغ؟ لا من حقه أن يشتكي. ماهيش لا يعني موعد الوصول في التنظيم حتى ولو عايشكم. لا حتى ولو تبقى انا نقول هذا ما يمس حتى شيء من التنظيم الاستثنائي للمال. ملاحظه فقط بربي لانها هامه. تفضل. انا نتفاهم بدر وانه خطا صحيح خذا الحجم. ولكن وزاره الخارجيه السنغاليه رجعت الامور الى نصابها. ولكن يا بدر احنا راهو كعرب وعندما ننظم نحاول ننظم بطريقه رائعه. والمغرب نظم بطريقه رائعه. تحكي لي على الفرق الافريقيه والبطولات الافريقيه بالحجاره هذا لا ما نحكيش عليه. لا يبرر. لا نقارن. معناها نقول قبل يغلبوا بالحجر عاد هذه حكايه. لا احنا يلزمنا النقطه صفر خطا. وعندما يقع 0.01 خطا نقولوا هذا خطا ولن يتكرر. جميل. فتحي صابر ذكر الجامعة السنغالية لكرة القدم في بيانها. رد الاتحاد الأفريقي كذلك في بيان منذ قليل نتابع معكم. أبرز ما ذكر فيه يؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية والالتزام الصارم بالواحد اتحاد وطوال المنافسة. وذكر حرصه على جميع الجوانب الذي ذكرها بيان الجامعة السنغالية. فرد الاتحاد الافريقي قبل قليل هذا الرد الواضح في بيان اعلامي من الكاف بخصوص قضيه الاتحاد السنغالي عن الفندق وعن ملعب التدريب وعن التذاكر وعن كل شيء وعن التحكيم وعن كل شيء. لا هذا من الكل. شوف الفندق خذاو الفندق، التذاكر خذاو حصتهم ويحبوا زياده. واليوم يستحيل انك تنجم باش تاخذ تذكره اليوم باش تمشي للملعب لانه سولد اوت منذ ربما بدايه بيع التذاكر من قبل انطلاقه البطوله. والجمهور المغربي عنده ثقه مش عادي. خذاوا الحصه نتاعهم. ولكن كما قلنا كل المبررات الاخرى الحقيقه وقع تجاوزها. هذا خطا صحيح. من حق الاتحاد السنغالي انه يحتج على ذلك. ولكن القضيه انتهت وما قاعش معناها الحمد لله. وهل نتصور انا توا كمواطن عادي معناها وحدي نخمم هل تتصور معناها الفريق المغربي او الاتحاد المغربي او الكاف يعمل هالعمليه هذه باش المغرب تربح السنغال معناها في عمليه خطا صحيح لا يغتفر. ولكن الحمد لله انه ما عندوش ثمن. ما فيش معناها آثار وخيمة. وهذاك علاش نقول خلي الآن بعد ما حطينا نقاط على الحروف بعد ما توضحت الأمور والكونفدرالية الأفريقية نفسها وضحت الأمور الكل. الآن الكرة فوق الميدان فوق الملعب. جميل. لا تعليق لي ربما لأنه يمكن الأهمية مما حدث أنه حدث
ليلة إجراء مباراة نهائية. اللي عارف أنا جيدا أن كل المنتخبات اللي لعبت في مدينة طنجة بما فيها المنتخب المصري الشقيق تنقل عبر القطار السريع إلى مدينة الدار البيضاء. منتخب نيجيريا تنقل عبر القطار السريع لمحطة الدار البيضاء، وكلهم خرجوا وسط حشود جماهيرية ولم يحدث شيء. إن حدث هذا الأمر في مباراة السنغال فأتصور أن اللجنة المنظمة ملزمة بتقديم الاعتذار للاتحاد السنغالي لكرة القدم وخلاص. شكرا. لكن اللي كنتحفظ عليه انه يكون لا هناك نبالغ تقليل يعني. في الجانب، لا نبالغ ولا نريد ان نخرج المباراه من حجمها، لا نريد لهذه الاشياء ان تؤثر على جماليه هذا النهائي التاريخي والنهائي الجميل بين المنتخبين. نعيش في افضل نسخه كما تابعنا. هكذا كان حديث نجم منتخب السنغال سابقا الحاج ضيوف. اذا اثاره من جوانب كثيره يا حسام كما تابعنا، رايك؟ اولا وصول حاج ضيوف في المغرب ايضا اقول ان هذا امر مهم، لان هذا يبدو ايضا ان هذه البطوله كثير من النجوم الافريقيه يشاركون، ونعرفه انه في سنه 2002 فاز امام فرنسا في بطوله العالم، وايضا في بطوله كاس افريقيا امام فرنسا في اي كاس عالم؟ كاس عالم اي سنه؟ 2002 في كوريا واليابان صحيح وجابان. وفي كاس افريقيا ايضا كان في المباراه النهائيه ولكن لم يتوج. لم وايضا نعرفه انه قد لعب اكثر من 70 مباريات في منتخب السنغال. اقول ان هذا ايضا تشجيعا لمنتخبه قبل المباراة أيضا. وأنا أقول أن هو لابد أن يكون صابرا، لأن بعض الأوقات يلقى بعض الكلمات لا نرضاه لا يحترم الآخرين، خاصة لا يحترم، يعني يبقى في منتخب السنغال كثيرا ولا يحترم الآخرين، أن بعض الأوقات هناك منتخب كبير كالسنغال ممكن أن يفوز أمام السنغال، ولكن إذا خسر السنغال لا يقبل الخسارة. أمر جميل. إذن الأهم أن كما ذكرت أن كلنا مع المنتخب المغربي وكذلك الجماهير.